عاجل. اللقاء الأول بين أردوغان وبشار الأسد، مسؤول تركي يسرب الموعد. اعتبر عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية بالرئاسة التركية تشاجري إرهان إن لقاء الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا أمر غير مرجح. وأضاف تشاجري لوكالة نوفوستي الروسية إن أردوغان لا يعارض مثل هذا الاجتماع من حيث المبدأ، لكن الزلازل المدمرة غيرت كل شيء. وتابع قائلا: لقد تم تغيير الجدول الزمني للرئيس بالكامل، فهو يقضي 3 أيام في الأسبوع في منطقة الكارثة، ربما الاجتماع سيعقد بعد الانتخابات. وكان كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام رؤساء حزب العدالة والتنمية الحاكم في 5 من كانون 2 يناير عن إمكانية عقد لقاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال أردوغان وقتها: من الممكن عقد اجتماع يضم رؤساء تركيا وروسيا وسوريا بناء على التطورات. وأوضح الرئيس التركي أنه قد يلتقي مع بشار الأسد من أجل السلام في المنطقة. وسبقت إفادة أردوغان إعلان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جيليك إن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام في سوريا بشار الأسد على جدول أعمال اجتماع الحزب الحاكم. وكان قد كشف صحفي تركي عن موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رأس النظام في سوريا بشار الأسد. وكان أكد الصحفي التركي مصطفى بلباي إن اللقاء المرتقب بين أردوغان والأسد سيكون في العاصمة الروسية موسكو، وأن أردوغان سيلتقي بالأسد بناء على وعد من أردوغان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا ويعتزم رأس النظام السوري بشار الأسد لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو منتصف شهر آذار مارس الجاري، وفقا لصحيفة فيدوموست الروسية. وبحسب مصادر الصحيفة التي نقلتها عن مصدر مطلع في الرئاسة الروسية أنه من المفترض أن يناقش الأسد وبوتين العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، كما سيتم التطرق إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. ورجحت الصحيفة أن يكون أحد أهداف الزيارة الحصول على دعم في مواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال المدمر. ونقلت الصحيفة أيضا على لسان خبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي يدعى كيريل سيميونوف على أن اللقاء من شأنه أن يطور مقاربات المشاركة، خاصة وأن دمشق بدأت في الحفاظ على اتصالات نشطة مع عمان والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى. وفي 30 كانون الأول الماضي أكد بوتين على أن روسيا مستعدة للمساهمة باستقرار الوضع في سوريا وإعادة الإعمار، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للكرملين. وقال الموقع وقتها إن بوتين تقدم بالتهنئة لرئيس النظام السوري بشار الأسد بمناسبة العام الجديد، وأعرب عن استعداد روسيا للمساعدة في استقرار الوضع في سوريا. وأضاف بوتين أن روسيا على استعداد للمساهمة في استقرار الوضع وإعادة الإعمار في سوريا، وجدد دعمه الثابت لرأس النظام وسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية على حد وصفه. يشار إلى أن الرئيس الروسي تدخل في حرب النظام ضد السوريين طيلة 7 سنوات، وساهم في منع سقوط نظامه عبر ترسانته العسكرية التي نشرت قوتها في عشرات المواقع والقواعد العسكرية، أبرزها في طرطوس وحميميم. وفرضت موسكو وصايتها على الأسد إلى جانب إيران، وتخوض مفاوضات مع كل الأطراف نيابة عنها. وفي سياق مختلف، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن يفغيني إيفانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو تعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات ل6 دول من بينها سوريا والهند وإندونيسيا. وقال إيفانوف في تصريحات أمس الأحد: بالإضافة إلى الهند يجرى العمل لتبسيط الإجراءات مع أنغولا وفيتنام وإندونيسيا وسوريا والفلبين. ونقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله في وقت سابق إن روسيا تعد أيضا اتفاقيات حكومية بشأن رحلات بدون تأشيرة مع 11 دولة، ضمنها السعودية والكويت وماليزيا والمكسيك وزامبيا وهايتي وبربادوس وترينداد. وجراء تداعيات حرب أوكرانيا على علاقات روسيا مع الدول الغربية ولا سيما الأوروبية منها، زادت موسكو من اهتماماتها في علاقاتها الخارجية مع دول شرق آسيا، لا سيما الصين والهند، فضلا عن الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية. وفي سياق مختلف، بعد مرور شهر على كارثة الزلزال المدمر الذي ترافق بوصول طائرات المساعدات الإغاثية إلى سوريا من دول صديقة أو أخرى قدمت مساعدتها في إطار الاستجابة الإنسانية، بلغ عدد الطائرات التي حطت في مطار سوريا
283 طائرة حتى الأحد. وذكرت صحيفة الوطن المحلية في عددها المطبوع اليوم الاثنين 6 آذار أن 146 طائرة إماراتية هبطت في مطارات دمشق وحلب واللاذقية من إجمالي عدد طائرات المساعدات. كما وصلت الأحد طائرة مساعدات أممية تحمل نحو 40 طناً وأخرى باكستانية محملة بنحو 1.5 طن، إضافة إلى 4 طائرات إماراتية محملة بأكثر من 137 طناً من المساعدات. إلى جانب ذلك قدم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم نحو 6 أطنان من المساعدات الإنسانية التي تضمنت مواد غذائية وألبسة لجمعية المساعي الخيرية ودار الأيتام في اللاذقية. ويستمر وصول المساعدات عبر المنافذ الحدودية البرية التي يسيطر عليها النظام، وتأتي من الأردن والعراق الذي تعهد بمواصلة إرسال المساعدات حتى انفراج أزمة الزلزال في سوريا. وفي وقت سابق أعلنت الحكومة العراقية تقديم هدية إلى سوريا مكونة من 60,000 طن من منتج الوقود العالي محتوي الكبريت، وأوضحت الوطن أن المقصود مادة الفيول. ورغم تراجع النسبي في حجم المساعدات، تحافظ الإمارات على حضور يومي في هذا الصدد وعبر أكثر من بوابة. فإلى جانب طائرات المساعدات، أرسلت أبو ظبي في 25 من شباط الماضي 10 سيارات إسعاف مجهزة كهدية إلى سوريا. افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الأحد في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية مخيما ميدانيا مؤقتا يتكون من 50 خيمة يتسع ل300 شخص، مجهز بالأسرة والأغطية والإنارة بالطاقة الشمسية والطرود الغذائية. وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد زار المواقع المتضررة في مدينة جبلة على هامش زيارته إلى سوريا التي التقى خلالها رئيس النظام بشار الأسد في 12 من شباط الماضي. وتبعت هذه الزيارة في 21 من الشهر نفسه زيارة وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس إلى جبلة أيضا للاطلاع على حجم احتياجات القطاع الطبي في المناطق المتضررة جراء الزلزال. وفي الساعات الأولى من 6 من شباط الماضي ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش التركية، وأثر في 10 ولايات من الجنوب التركي و4 محافظات سورية. كما تبعه في ظهيرة اليوم نفسه زلزال آخر ضرب المنطقة ذاتها بقوة 7.6 درجات، ما أسفر عن وفاة 1414 شخصا في حماه وحلب واللاذقية و2274 شخصا في شمال غربي سوريا.